أهلا بيكم حلقة جديدة من هوية بيزنس بودكاست. حلقة النهاردة بتتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع الكوميونيكيشن أو التواصل. إزاي أنا كصاحب عمل، بغض النظر عن شكل العمل اللي أنا بشتغل فيه أو أملكه، أقدر أوصل رسالة قوية تخليني مصدر ثقة وتسيب تأثير طول الوقت عند العملاء بتوعي. ده موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة مع مروان نصار. هاي مروان. ازيك يا صافي؟ الحمد لله، عامل إيه؟ كله تمام بخير الحمد لله. طيب مروان، النهارده كصاحب عمل، عايزة أتواصل إمم، بقى مع العملا بتوعي، عايزة إمم، أسيب impact وتأثير قوي طول الوقت. تعالَ نرجع للأول، ليه أنا أصلًا محتاج إن أنا أعمل ده؟ ما أنا عندي إمم، product أو عندي منتج، والمنتج بتاعي شغال والناس عارفينّي بيه والدنيا تمام. ليه بقى محتاجة أشتغل على جميل، التواصل بصفة اهم. قوية، ونفرد لها حلقة بحالها النهارده؟ بُصّي الكلام اللي إحنا هنقوله ده والدي قاله لي الله يرحمه لمّا الله كنت يرحمه تقريبًا ويحسن في إعدادية، إليه. أوكي. يعني كنت شقي شوية بالعب كورة، فكنت شقي أوكي. شوية، أوكي. أوكي. ف فخدني كده اتمشينا يعني قال لي: "تعالَ ننزل نتمشى." فنزلنا اتمشينا وأنا فاكر اليوم ده بالذات، وجه الكلام هو والدي من النوع الناس اللي هو عارفة كبير العيلة، كلمته مسموعة، إمم. ودايمًا كان بيبقى في لقاءات عندنا في البيت، عارفة زي كده إيه، بيبقى في حل نزاعات موجود في البيت. كنت بصراحة أستخبى أو أشوف إزاي والدي بيحل المشاكل، ومشاكل بتبقى الناس تقريبًا يعني فاهمة، يعني مشاكل قوية يعني، إمم. وبيطلعوا الاتنين يعني حابين والدي، مع إن هو ممكن يكون جاي على حد أو خَد صَف حد، بس هُم الاتنين طالعين لأ تمام. فوإحنا ماشيين قُلت له: "أنت إزاي بتعمل كده؟ يعني إزاي يعني حصل حاجة يعني، إزاي الناس كانت داخلة أساسًا أنت جيت على حد بس هو ماشي هو مبسوط." قال لي: "في حاجة لو أنت قدرت إن أنت يعني تستخدمها كويس، مش بس يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى هيدّي لك حظّك من الدنيا، ولكن هتاخد حظّك من الدنيا وحظّك من الآخرة." وقال لي: "لسانك." يعني آه. شاور لي على لسانك. صح. قال لي: "لسانك ده لو أنت يعني قدرت إن أنت تتحكّم فيه إلى حد كبير، حظّك من الدنيا ممكن تاخده، وحظّك من الآخرة برضه ممكن تاخده، لو اتحكّمت في لسانك هتقول إيه ومش هتقول إيه." فساعتها كانت الكلمة كانت قوية جدًا، وقعدت إن أنا أفكّر فيها، وطبعًا يعني أنا كنت لسه صغير تمام، يعني ماشي عظيم يعني. بس هي لمّا جيتِ أنتِ قُلتِ لي النهارده المقدمة، فما لقيتش غير إحنا كده بنcommunicate مع الناس. صح. وكده، كده الناس بتخسر نفسها عشان الcommunication مش عشان ما بتعملش هي عشان بتعمل communication بتخسر، بس في أوكي. فرق ما بين التواصل والتواصل الفعّال، والتواصل الفعّال ذو القيمة واللي عنده إمم. هدف، ففي فرق ما بين التواصل والتواصل الفعّال، وهو ده بالضبط اللي إحنا بنتكلم عليه النهارده، هو مش التواصل، لإن التواصل ممكن يخسّرك، ولكن التواصل الفعّال اللي أنت بتقدّم من خلاله قيمة وبتحافظ فيها على هوية معيّنة، سواء هوية شخصية أو هوية خارجية، ده اللي إحنا محتاجين نُقف عنده، ومحتاجين مش بس الأفراد يقفوا عنده، أفراد ومؤسسات ومجتمعات، لإن هو مرتبط بحاجات كتير، وأنا آسف إن أنا زوّدت في المقدمة، ولكن هو مرتبط بحاجات مهمة كتير، جدًا. وأحب أسمع وجهة نظرِك برضه يا صافي، لإن هو مرتبط بحاجات كتير، مرتبط بالتربية، مرتبط بlimiting beliefs أو معتقدات سلبية، مرتبط إن أنا باعرف أتكلم، مرتبط بالثقة، مرتبط أنا عندي إيه، مرتبط مثلًا لو impostor syndrome أو اللي هو متلازمة المحتال، عندي بس ما عنديش، عندي بس إمم. مش حاسس إن أنا عندي. فهو مرتبط بحاجات كتيرة جدًا، فالtopic بتاع النهارده ما أعتقدش إن إحنا هنقدر نغطي حاجات كتيرة منه، بس هنتكلم على أشياء لو عملتها هتقدر إن أنت تصل إلى حد كبير إلى فكرة التواصل الفعّال. أول حاجة لأ، يعني أحب أرجع لأول المقدمة يعني، والله يرحم والدك، كان راجل عظيم وقال لك حاجة مهمة جدًا، هو اختيارنا وكلامنا وأفعالنا. عايزة in reflection أقول لك على حاجة. أول ما اتخرجت خالص كنت باشتغل trainer، فكنت إمم، بادّي training communication skills أو إزاي نقدر نتواصل مع الناس وكده. كان في theory بنتكلم عليها بتاعة ألبرت مهرابيان، هي بقت outdated دلوقتي، بس هي نفس الأرقام بنفس الimpact في الآخر يعني. بتتكلم على إن كل حاجة إحنا بنعملها في التواصل ليها رقم وليها تأثير، فمجموع التأثير بتاع الnon verbal cues، يعني أنا باقعد إزاي وباتكلم، الtone voice بتاعي عامل إزاي، باتحرك كتير والّا إيدي تمام، دي تمثل 39% من التأثير اللي أنا باعمله على اللي قدّامي. يعني اهم، كلامي مهم، بس كل الحاجات التانية اللي حوالين الموضوع دي مهمة أوي، دي مهمة اهم، أوي.
وبعض الأشخاص بيتجاهلوا الاتنين، يعني لا أنا إمم، باركّز في كلامي اللي هو بقى يعني تخيل مع إنه 7% ده بس هو اللي يقوّمني ويقعّدني زي ما أنت بتقول أنت صح جدًا ووالدك الله يرحمه صح جدًا، ولا باركّز أنا باعمل بإيدي إيه ولا باتحرّك إزاي ولا باتصرّف ما فيش إمم، أي حاجة، وبيتخيّل إن ده جزء من النجاح، إنه أنا إمم. كده وأنا تمام، ولكن على الناحية التانية بقى يا مروان معلش أنا هاطوّل في الحتّة دي برضه لإن أنا لأ شُفتها في ناس بالعكس، كتير. بالعكس مهمة جدًا. ياما شُفت ناس والله العظيم ودي من قلبي أوي بقى، ياما شُفت ناس ناجحة مش ناجحة هي لسه ما نجحتش، بس عندها كمية مقوّمات نجاح مبهرة، وضايعة بسبب إنها ما إمم، عندهاش حتّة التواصل دي. أنا مش عارف أقول إمم، إيه أنا خايفة أتكلّم أغلط، إمم. أنا باتكلّم حلو بس باعمل كل حاجة تانية غلط، فالناس بتفهمني غلط، ياما ناس ضاعت بسبب الموضوع ده. الحلقة دي مهمة الصراحة، 100% الحلقة دي جدًا، وصدقيني لو الحلقة دي مشاكل ناس كتير ومشاكل مجتمعات كتير بسبب الcommunication، يعني لو شُفتِ آه، تقريبًا relationships ممكن تسألي أصدقائنا في الrelationship coaching وكده. yes. أ مشاكل communication طبعًا. مدير مع زملاء، ومدير مع موظفين communication، موظفين مع بعضهم communication. ففكرة الcommunication هي وفي بقى حاجة اللي هو level 0 هو إمم، level 0 هو الlevel الأهم، هو الcommunication مع النفس، أوكي، اللي طبعًا، هي جزء منها الimposter syndrome طبعًا، والstory اللي أنت بتقولها لنفسك، يعني إيه القصة اللي أنت بتقولها لنفسك، وإيه الnarrative الحكاية اللي أنت إمم، بتقولها لنفسك وأنت دورك فيها إيه؟ هل دورك دايمًا في القصة اللي أنت بتذكرها عن نفسك في دماغك هو البطل المخفي والّا ما طلعش على الstage خالص ودايمًا سنيد، والّا هو اللي بيكتب فقط وناس تانية هي اللي بتقدّم؟ يعني دي لوحدها، دي لوحدها دي قصة تانية، هي الcommunication اللي هو مع النفس اللي عشان تقدر بتعمل بيه communication خارجي ويبقى deep. عارفة كده الصوت اللي يقول لِك فيه كده في المسرح، يقول لِك في صوت جاي من الحنجرة، وفي yes. صوت جاي من الجزء بتاع الهارة أو البطن، أوكي؟ أوكي. فكل أمّا كان deep كل أمّا كان وقعه على الأذن بيبقى أقوى. فحتى الmics اللي إحنا بنستخدمها والحاجات دي، الهدف منها إن هي توصّل deep voice، إمم، أوكي؟ مش أوكي، shallow voice. أوكي. فتخيّلي بقى كل الحاجات دي مع إحنا طوّلنا في الintroduction بس مهم أتمنى إن هي تكون مفيدة. يعني تعمّقنا. طب مروان تعالَ نتكلّم في أول حاجة في الcommunication philosophy أو الفلسفة، إمم، فلسفتي بقى فين وأنا باتواصل، أعمل لها impact yes. وتأثير إزاي؟ يعني يالّا كلّمني أنا عنها. مبسوط جدًا إن أنتِ قُلتِ فلسفة، لإن إحنا هنذكر النهارده 4 حاجات مهمة جدًا في موضوع الcommunication وبتفرق جدًا مع الشخص وهو بيتكلم أو بيأثّر، لإن إحنا قُلنا communication فعّال، أوكي، إمم، مش أوكي، communication فقط، صح. وخاصةً لو أنت coach trainer consultant شخص عندك معلومات حابب تنقلها للناس. أول حاجة محتاج يكون عندك فلسفة أنت مصدّقها، وأنا إمم، مبسوط جدًا إن أنتِ قُلتِ فكرة الفلسفة اللي أنت مصدّقها دي. أنت محتاج يكون عندك شيء أنت مصدّقه، مش معلومة أنت مصدّقها، فلسفة. في فرق ما بين المعلومة والفلسفة. المعلومة إن أنا قريت كلام كتير على الcareer coaching، دي معلومة اسمه career coaching، ولكن الفلسفة إن أنا حوّلت كل اللي أنا قريته لprogram فلسفة اسمها dance or fight. إمم، يعني how to dance مع الjob ومع نفسك وhow to fight it when to stop، وحطيت فيها different أو مراحل مختلفة أو خطوات مختلفة، فحوّلت الcareer coaching أو الcareer psychology حوّلتها لفلسفة اسمها dance or fight. على سبيل المثال دي بتاعة مثلًا ثريا واحدة من الناس اللي إحنا بنشتغل معاها dance إمم، or fight وغيرهم، وغيرهم، وغيرهم. فيبقى ساعتها إن أنا مش بانقل معرفة، أنا بانقل فلسفة. دي ساعتها لمّا بتبقى عندك فلسفة، ساعتها بيبقى وقعك على الأذن مختلف، وتأثيرك مختلف، لإنك إمم، مش بتوصّل معلومة، أنت صانع فلسفة. هايل. طب أنا عرفت فلسفتي وعرفت كده أنا إمم. شكل قصتي عاملة إزاي، طب هاقولها إزاي بقى؟ الله عليكِ، أنتِ بتغششيني الحاجات أساسًا، يعني لإن هي الترتيب اللي بعديها أنا عرفت فلسفتي، بس أنا مين عشان أقولها؟ يعني أنا دلوقتي عرفت الفلسفة بتاعتي، بس أنا محتاج إن أنا أقنعِك إمم، أنا وصلت للفلسفة دي إزاي، عشان إمم، تعرفي إن الفلسفة دي بتاعتي مش ما صنعتهاش من ChatGPT أو Claude it's my own philosophy، يعني أنا اللي صنعتها.
هنا بيجي دور القصة الشخصية. ففلسفة بيجي معاها قصة. القصة إن أنت بتحاول تقول للناس أنا وصلت للفلسفة دي إزاي، الصراعات اللي أنت دخلتها، التحديات اللي أنت دخلتها، الديزاير اللي كانت عندك، أوكي، الجايدز اللي ساعدوك، مين اللي ساعدك، إمتى حصل الشيفت، إمتى حصل صناعة الفلسفة دي، وبعد كده دلوقتي إيه الهدف بتاعك في الحياة، إيه الميشن بتاعتك، إيه المعنى بتاعك، إمم، إيه الفيلم الصغير اللي أنت محتاج تقوله للناس عشان تقول لهم الفلسفة دي جت من هنا. إمم، أوكي. أوكي؟ متهيأ لي ده مربوط اللي كنا بنتكلم عليه في حلقة من الحلقات، فكرة إنه لمّا العميل يلاقي نَفْسه في نَفْس المشكلة اللي أنت بتتكلم برافو عنها أو عليكِ. اللي أنت بتحكيها، على طول هيحس إن هو جزء من قصتك، ما أنا عندي نَفْس الألم ده، أنا عندي نَفْس المشكلة دي، أنا عايز أحل نَفْس الحل للحاجة اللي أنت وصلت لها، طَب ما تساعدني. ومن هنا جات الحكاية. صح جدًا الكلام اللي أنتِ بتقوليه يا صافي، حتّة إن أنا الناس بتشوف قصتها فيّا إمم، فبتصدّقني، والفكرة كلّها كمان اللي إحنا بنتكلّم فيها إن دلوقتي سهل صناعة المعرفة، سهل. إمم، لو أنا دخلت معاكِ أنا على ChatGPT لمدة ربع ساعة، أنا ممكن أصنع لِك معرفة وفلسفة وcontent وكمان مش أنتِ اللي تقدّميه، نعمل avatar والavatar ده يقدّمه. كلون. السؤال هو أو clone، السؤال هو مين ده؟ فاهمة؟ إمم، فهي الفكرة لو أنت قدرت تقول الstory بتاعتك وصنعت الstory بتاعتك كويس وذكرتها ورددتها، ساعتها الناس هتبقى connected معاك، connected بالتحديات اللي أنت عِشتها، connected بالemotions اللي أنت عِشتها، connected بكل الحاجات دي. لإن في حاجة مثلًا هاقولها لِك ودي حاجة ممكن برضه ممكن أعتقد اتكلمنا عنها في حلقة، اللي هو الحلقة اللي ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي، ممكن برضه إن إحنا نحطها في الdescription. الناس لمّا بتعرف إن اللي أنت بتقدّمه ده بالذكاء الاصطناعي، تخيّلي بالرغم إن كل الناس بتدعو إن إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي، لمّا العميل بيعرف اللي أنت عامله ده كله بالذكاء الاصطناعي بيكِش، بيحس إن أنت ما ما لكش هوية. بينفعلش. أنت الله مين؟ ينور عليكِ. فبالرغم من معظم العملاء إن هم بيشوفوا إن الناس بتدفعنا إن إحنا نستخدم الذكاء الصناعي، ولكن على حسب مقالة أو على حسب أعتقد report لHubspot ذكر إن 67% من الناس لمّا بيحسوا إن الكلام ده مكتوب بالذكاء الصناعي بيكشوا شوية أو بيرجعوا شوية. فأنت محتاج دايمًا يبقى عندك الhybrid mode ده، إن تعمل حاجة بالذكاء الصناعي بس الشاطر اللي هو يحط القصة، يحط الهوية، يحط الemotional touch، تقدر إن أنت تعمله بالذكاء الصناعي بس بالشطارة الناس ما تحسش. فدي بس الحاجة التانية المهمة في الstory، إن مهما ظهر الذكاء الصناعي مهم جدًا إن أنت تحط الstory بتاعتك. مهم. هاقول لك على حاجة، أنا strong user لLinkedIn، أنا باحب LinkedIn جدًا إمم، باستعمله جدًا. دلوقتي بقى الناس الأقويا جدًا في الAI ينزّلوا cheat sheet إزاي تعرف إن الشخص ده كاتب الpost بتاعه بالAI. وبقى ناس كتير بتتابع، لإنه الموضوع فعلًا، فعلًا أنا شُفت بعيني ناس كتير أوي بيفقدوا followers وبيفقدوا احترام followers بسبب إن كل حاجة مكتوبة من غير هوية، مكتوبة وخلاص، مكتوبة بلا سبب. إمم، ف إمم. فوجودي أنا كشخص، بس أنا عايزة أرجع معاك معلش، هاطلع برّه الموضوع ثانية وأخش معاك حتّة psychology. ما أنا اتفضلي. لو أنا كشخص مش فاهم أصلًا نَفْسي ومش عارف أنا قوي في إيه، هو أنا أصلًا هاعرف أعدّل الAI كاتبه؟ برافو عليكِ، برافو عليكِ. عشان كده زي ما أنتِ قُلتِ بالضبط، إحنا لازم نبدأ بالفلسفة، يعني إمم، لازم يبقى عندك فلسفة، وفلسفة تقدر إن أنت تصنع بعد كده عليها هوية، عشان تقدر إن أنت تبني عليها story. عشان تقدر زي ما أنتِ قُلتِ بالضبط، أعتقد معظم الناس ال الهواة في استخدام الAI هم نفسهم الناس اللي كانوا بيعانوا قبل وجود الAI، عشان هو مش عارف لإن يكتب بسبب. مش عارف يختار إزاي، صح، yes. أوكي؟ طب هتلاقي أقوى حد بيستخدم الAI هم الناس اللي هم كان عندهم أو قادرين على يا إما صناعة system، يا إما صناعة فلسفة، يا إما صناعة process، إمم، يعني workflow system، project management، steps، محطات. لأنه سهل جدًا إن هو ياخد المحطات ويautomate ويسرّع
ويعمل AI، يعمل agents، لان هو عارف انا هعمل كده ليه وازاي وعايز اطلع منه بايه. ففي مثلا حد بيقول لي مروان، انا ايه الافضل، ان انا استخدم GPT ولا استخدم كلود ولا استخدم مثلا مانس ولا استخدم الحاجات الجديده دي؟ هو الفكره انت عايز تطلع بايه من كل واحد فيهم. كل واحد ليه تكنيك معين، بس اللي انا بعمله مثلا على الشات جي بي تي ممكن اعمله على سبيل المثال، او ممكن حد تاني ما يقدرش يعمله على تشات جي بي تي، وممكن واحد تاني يقدر يعمل حاجه على كلود انا ما اقدرش ان انا اعملها. هو اهم حاجه انت عايز ايه، واللي انت عايزه بتقدر تحصل على ايه من ايه. فهي كلها اسئله زي ما انت شايفه. لو انت عندك اجابه للاسئله دي ومرتبطه بفلسفه هتبقى كويسه جدا. لان اي حد ممكن يقول لك دلوقتي انا اقدر اعمل لك ماركتنج، صح؟ اي حد يقدر ان هو يقول كده اقدر اعمل لك ماركتنج كامبين. هيخش على كلود، هيخش على ويعمل كمان ديب سيرش اللي هو بياخد وقت شويه. هيخش مثلا على مثلا ديب سيك ويعمل ديب سيرش، او يخش على جي بي تي او بيربلكستي او غيرهم ويعمل ديب سيرش ويعمل ان هو عايز اعمل ماركتنج كامبين لصافي، الكوتش، الترينر، الكونسلتنت، اعمل لي ماركتنج كامبين. فهتعمل له ماركتنج كامبين. ازاي هتنقح ده؟ ازاي هتعرف ان ده شغال ولا مش شغال؟ ازاي هتعرف ان ده حقيقي نقدر نطبقه في الميدل ايست ولا لا؟ ازاي هتقدر ان انت تقرر الستيج بتاعت صافي وقدرة صافي ان هي تقدر تطبق ده ولا لا؟ ازاي هتقدر ان انت يعني تاخد ده وانت بقى تطبقه بنفسك؟ يعني هل ده سهل التطبيق ولا صعب التطبيق؟ هل في تولز تسمح لنا ان احنا نطبق ده مع صافي ولا لا؟ فكل الحاجات دي محتاجة تبقى ايديكي في الشغلانة، يعني ايديكي في المطبخ. صح جدًا. مش عايزة الحلقة تخلص إلا وأنا برضه حاسة إن الموضوع ده مهم أوي. هي فكرة إن أنا النهارده لو أنا بقى عندي لو أنا عندي شغلي الbusiness بتاعي وتحتيّا موظفين، لو أنا مش عارف قصتي، هو أنا هاعرف أقولها للناس اللي بتreport ليّا أو جزء من نجاحي؟ طب هم هيقدروا يتواصلوا مع بعض أصلًا بقصة النجاح اللي أنا باحلم بيها أو بهويتي؟ طب ما هو ده هيأثّر على الbusiness بتاعي في الآخر. يعني يعني في دراسة اتعملت على الموضوع ده، على شكل إن الcommunication مش قوي ما بين الموظفين، متهيأ لي السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، على الbusiness في أمريكا. all over بقى، يعني private business وpublic business، أوكي. طلع إن الbusiness عمومًا بيخسر $1.3 trillion بسبب بس poor communication. شخص مش بيتواصل مع شخص، مش بيقول الرسالة صح، موظف مش قادر يتواصل مع موظف، الحاجة بتتأخر، productivity بيبقى فيه مشكلة، الbusiness بتاعك مش بيوصل لحاجة. فكرة إن أنا كمدير أو أنا كصاحب عمل، مش لازم أبقى مدير، صاحب عمل، صاحب فكر، فاهم قصتي وبانقلها بقى لغيري، برافو ده على عليك. فكرة له ربح في الآخر، له حاجة أنا جدا كسبت في الآخر. جدا جدا جدا، برافو عليك جدا. فاحنا رقم ثلاثة احنا اتكلمنا على الفلسفة والستوري. في إمم، واحدة كمان مهمة جدا، التون اوف فويس. طبعًا. والرابعة خلينا ننهي بقى بالرابعة، الكونسيستنسي، إمم، الاستمرارية. يعني جميل. انا دلوقتي عندي فلسفة وعندي قصة، محتاج ان انا اختار التون اوف فويس اللي انا محتاج ان انا اتكلم بيها مع الناس واحكي القصة دي. على سبيل المثال شركة لسه دلوقتي عاملة ريشيب، عاملة مغيرة ناس وطاردة ناس وجايبة ناس ومش عارف ايه. الفلسفه ممكن ما اتغيرتش، القصه ممكن ما اتغيرتش، بس ممكن التون اوف فويس نفسها تتغير. انا مش محتاج دلوقتي ان انا احمر لهم في عيني وان انا ادي تون اوف فويس ناشفه وجامده ومحتاجين نحقق تارجت. لا لا، انا محتاجه انسباير، محتاجه ان انا الهمهم، محتاج ان انا موتيفيت، محتاج ان انا مثلا احسسهم بسايكولوجيكال سيفتي، بامان ذهني ونفسي، إمم، عشان هم لسه طالعين من تخبطات. فانا هنقل الستوري وهنقل الفلسفه بتون اوف فويس مختلف. طيب بعد سنه ولا سنتين انا محتاج بقى ان انا ايه الستوري، اقول لهم احنا عندنا تارجت، ليتس دو ات توجذر، إمم، في تارجت، في نمبرز، في كذا. طبعًا. فالتون اوف فويس نفسها ممكن تختلف على حسب احنا فين. الحاجه اللي بعد كده هي الكونسيستنسي، الاستمراريه. لو انا عندي فلسفه وعندي قصه وعندي تون اوف فويس بس بكتب النهارده وفي سنتين مش بعمل حاجه، فالكونسيستنسي هنا الريجولر ميتنجز اللي بتعملها مع التيم، الريجولر نيوزليتر اللي انت بتبعتها للعملاء، الريجولر مثلا ايميلز اللي انت بتبعتها للموظفين بتوعك. لو انت شركه كبيره، النيوزليتر اللي السي او بيبعتها بيقول فيها ايه؟ هل بيعبر عن الفلسفه، عن القصه، عن التون اوف فويس ولا لا؟
فالكونسيستنسي او الاستمراريه في ان انا اوري الناس ان دي الفلسفه بتاعتنا، ان دي الستوري بتاعتنا، ان ده التون اوف فويس، وان دي طريقه التواصل او الميديم بتاعنا، اوكي، اللي احنا بنتواصل من خلاله، ان هو يكون مستمر. دول مهمين جدا. الاهم هو وجودهم. يعني الاهم ان انت يبقى عندك موجود جوه الشركه او جوه المؤسسه او جوه نفسك الاربعه دول. ممكن على فكرة يتغيروا مع مرور الوقت، انت تغير الفلسفة، تغير القصة، تغير التون اوف فويس، تغير الطريقة اللي انت بتعمل بيها النقل الستوري دي. بس المشكلة مش ان هم يتغيروا، المشكلة ان هم موجودين ولا مش موجودين. صح جدا. سؤال مهم نقفل بيه الحلقة النهاردة، هي هم وجودهم، هم موجودين ولا لا؟ مم. وبالسؤال المهم ده نقفل بقى حلقتنا النهاردة في هوية بيزنس. شكرا جدا لكل حد بيسمعنا، استنونا في الحلقات الجاية من البودكاست. شكرا لكم.